اه يا صاحبي خلي بالك بنمشي يعني عشان في ناس افتكرتني قاعد ما بتحركش. المهم يعني طول ما انا شغال على الفيديو ده مش في دماغي غير حاجه واحده بس، الميم بتاع انا مستني ايفون 17 ينزل عشان اروح اجيب 11. ودي حقيقه والله، انت يعني مش شرط تبقى ماسك احدث ايفون في السنه عشان تبقى مقفل اللعبه، كلهم حتى بقوا نفس الشكل. لا بس ايفون 17 الجديد مختلف بصراحه، فالسنه دي شكله اتغير، هتبقى معروف يعني انك ماسك ال 17. روح استناه بقى لو يهمك الشكل، لو ما يهمكش الشكل ويهمك المضمون فممكن تبص بص على سلسله ال 15 او ال 16. ايوه طب ال 14 لا يعني هي عنصريه بقى، ال 14 العادي هو ال 13 العادي اصلا، وطبعا ال 14 بلس هو ال 13 العادي بس ببطاريه وشاشه اكبر. فلو انت عايز ايفون 13 العادي بس ببطاريه وشاشه اكبر روح لل 14 بلس. هتقول لي طب ال 14 برو والبرو ماكس، فانا كنت عامل فيديو من فتره عنهم وبقول ان هم اجهزه حلوه عن تجربتي يعني معاهم، بس المشكله بقى ظهرت لما بدات استخدم ال 15 برو واستخدمت الفتره دي برده ال 13 برو ماكس شويه، لقيت ان ال 14 برو والبرو ماكس فيهم شويه مشاكل. اولها معالجه الصور فيهم مختلفه عن معالجه ابل كل سنه، والبطاريه ما كانتش احسن حاجه ما اعرفش ليه، وبرده الاجهزه ما كانتش خفيفه كده، الاجهزه كانت تقيله في الوزن. بس ده مش معناه ان ال 14 برو والبرو ماكس اجهزه وحشه، خاصه لو انت هتجيب ال 14 برو مش الماكس. انما لو هتفكر في ال 14 برو ماكس فلا، روح بقى لل 15 برو احسن لك. ولو عايز ترجع تشوف فيديو الريفيو الكامل اللي فيه التفاصيل كلها بتاعت ال 14 برو والبرو ماكس ارجع يا باشا، هسيب لك اللينك تحت في وصف الفيديو. فده مش موضوعنا النهارده عايزين نتكلم عن ال 15 برو او البرو ماكس، لان سلسله ال 15 دي كانت حرفيا نقله مختلفه للايفون. فكره انك مش ماسك موبايل في ايدك، انت ماسك كاميرا احترافيه، وفعلا انت ممكن ما تحتاجش ال 17 برو ماكس لو انت يهمك الامكانيات والسعر اكتر من الشكل. بس في حاجه طبعا انت عارف كل سنه ان البرو هو البرو ماكس نفس المواصفات ونفس كل حاجه ما عدا الشاشه والبطاريه والسعر طبعا بيبقوا اكبر في البرو ماكس عن البرو، انما باقي المواصفات كلها بتبقى هي في الاثنين. هنا بقى في سلسله ال 15 كان في اختلاف، وهي العدسه التليفوتو اللي بتعمل زوم من الكاميرا نفسها. ففي ال 15 برو ماكس العدسه دي بتعمل زوم 5 اكس، انما ال 15 برو العدسه دي بتعمل زوم 3 اكس عادي زي الايفونات اللي قبل كده كلها. بس اعتقد ان انت مش عشان ال 5 اكس تدفع فرق السعر ده كله، انت ممكن تدفعه عشان البطاريه والشاشه الاكبر بس. فتعالى بقى خلينا نشوف ايه نظام ال 15 برو اللي معايا ده، وليه انا ممكن ما احولش ولا اجيب ال 17 برو مثلا لما ينزل وافضل على ال 15 زي ما انا عادي. وخلي بالك الفيديو ده مش مراجعه بالتفاصيل والكلام ده كله، الجهاز نزل بقاله سنتين، انا بقول لك على استخدامي وتجربتي معاه بعد الفتره دي كلها وبعد اي او اس 26 لما نزل عليه برده. فانا مش هقول لك المواصفات بالتفصيل والكلام ده كله، الموضوع ده خلاص اتهرس. ولكن دعني اذكرك بعمل لايك للفيديو، لان اليوتيوب تقريبا الان انتظمت في الفيديوهات راح موقع الريتش، معرفش ليه، هو المفروض العكس والله، بس اليوتيوب عمل معايا كده فعلا. وبس يا عم يلا بينا نبدا بقى. طيب يا صاحبي نكمل كده، يعني احنا ليه نفضل واقفين وليه؟ المهم يعني البطاريه اللي هنا بطاريه ال 15 برو كانت التحسين بقى على بطاريه ال 14 برو، وتعتبر من احسن البطاريات استهلاكا للطاقه. يعني الموبايل هنا بيكفي معايا اليوم تقريبا لو انا استخدامي الطبيعي بقى اللي هو مثلا واتساب انستجرام وكده وسكرين اون تايم 3 4 ساعات مثلا في اليوم، فده كده يعتبر استخدامي العادي في اليوم. البطاريه بتكفي الاستخدام ده عادي خالص، على عكس ال 14 برو اللي قبله. هنا بقى لما بزود عليه البطاريه لا، بضطر ان انا اشحنها مثلا مرتين في اليوم عشان يكفي معايا، وده برده يمكن يبقى بسبب ان انا بستخدم حاليا الاي او اس 26 النسخه التجريبيه اللي هي البابليك بالمناسبه، مش النسخه التجريبيه بتاعت المطورين الاولى. هي فيها تحسينات كتير بس ده برده ممكن يبقى سبب في الاستهلاك ان هو زايد شويه. وبرده حط في بالك ان ده برو مش برو ماكس، فالبطاريه هنا صغيره عن البرو ماكس. بس في حاجه بقى، المفروض ال 17 برو ماكس بتاع السنه دي هيجي ببطاريه اكبر وسرعه شحن اعلى كمان، فيعني دي غريبه بقى ابل تعملها دي، فاحنا لسه هنشوف الكلام ده، حتى الان تسريبات مفيش حاجه رسميه. بس ايا كان ال 15 برو انت لو لقيت جهاز منه في كرتونته ده هيبقى صعب يعني تقريبا في مصر دلوقتي، اللي انت ممكن حاليا تلاقيه في مصر جهاز مستعمل مثلا، تحاول انك تجيب حاجه ببطاريه او صاحب بطاريه عاليه عشان تكفي معاك فتره حلوه يعني. ولا ممكن يخليك تفكر بقى في ال 17 برو وتكون عايز فعلا تشتريه هو التصميم الجديد، فخلاص التصميم ده رسمي، في صور حقيقيه انتشرت للتصميم ده وناس كانت بتجرب الموبايل. بس انا حاسس ان الايفون فقد هيبته كده، يعني انت كنت الاول الايفون ده يا باشا جهاز محترم 3 كاميرات، وشوف انت بقالك كام سنه ماشي على تصميم واحد، هو يا باشا الايفون ده تصميمه، ليه تقلبه موبايل بوكو يعني؟ كنت غير بس مش كده. بس مهما كان هو تغيير جديد، وبرده لما ينزل نبقى نشوفه يمكن يبقى احسن من التسريبات. وخلي بالك في حته حلوه في ال 15 برو، هي وزن الموبايل خفيف، فده يعتبر من اخف اجهزه ابل اللي انت ممكن تمسكها. انا بقول لك الاول انا كنت ماسك 14 برو ونقلت لده بعده، حرفيا ما كنتش حاسس بوزن ده خالص، وده لانه كان اول ايفون يجي بالفريم التيتانيوم واللي طبعا اخف عن قبل كده خالص، واول ايفون برده يجي بالاكشن باتون بدل زرار السايلنت سويتش القديم، واول سلسله برده تيجي بمنفذ التايب سي عشان تاخد سرعات نقل اعلى، ولو بتستخدم كذا جهاز يبقى كابل واحد وخلاص. بس ما عندكش هنا الكاميرا كنترولر، ده في سلسله ال 16 بس، وال 17 اكيد، والمفروض كمان انه في زرار جديد هيتضاف للكاميرا، ده برده على حسب التسريبات. بس انا شايف ان الكاميرا كنترولر لغايه دلوقتي ما حدش بيستخدمه، اللي هو بقى انا بفتح بيه الكاميرا وبستخدمه في التصوير والكلام ده كله، يعني ممكن ما تحتاجوش انت خالص. بس اللي هيفرق بين ال 15 برو وال 17 برو بقى هو حجم الشاشه. طبعا شاشه البرو اتغيرت في الحجم السنه اللي فاتت في ال 16 من 6.1 ل 6.3، والحجم اللي هو 6.3 ده حجم حلو، لا صغير زي ال 15 برو ولا كبير خالص زي البرو ماكس، وغير حواف الشاشه كمان اللي هتظهر اكتر في ال 17 برو. بس برضه هل 6.1 وحش نهائي؟ انت لسه الايفون العادي بنفس الحجم ده والموبايل حجمه صغير كده. انا اصلا بقيت لما بستخدم موبايلات اندرويد انا بجربها
عشان اعمل ريفيو كده، بقيت بحس ان احجامها غريبه مقارنه بالايفون اساسا. انا يعني ما بحبش الموبايلات الطويله دي على الفاضي. طيب يا عم فكك من الحجم وبص على الشاشه بقى نفسها، الوان طبيعيه وبتدعم كل حاجه انت عايزها طبعا، اتش دي ار، دولبي فيجن، 120 هرتز، وغير ال 120 هرتز بتاعت الاندرويد خالص. وغير كده تجربه المشاهده عليها تحفه مع الصوت الاستيريو العالي اللي هنا. النهارده معانا الموبايل ده الاونر 400، وانت دلوقتي لو سالت اي حد اجيب موبايل ب 20000 هيقول لك روح هات الاونر 400. طيب عايز موبايل بسعر اقل مثلا هيقول لك زود وهات الاونر 400. طيب لو انت معاك مبلغ اعلى وعايز بيه موبايل هيقول لك شيل لك شويه فلوس على الجنب وهات الاونر 400. ايه يا عم ملوش اهل يسالوا عليه، ملوش منافس. ومش بس الصوت اللي هنا كويس، لا كمان المعالج اللي هنا الاي 17 برو مع 8 جيجا رام. ده معناه ايه بقى؟ معناه ان انت معاك معالج كويس ومفيش اي حاجه هتعمل معاك لاج ولو لثانيه. كان في لاجز وشويه باجز كده كانت بتحصل في الاي او اس 26 النسخه التجريبيه، انما لما النسخه البابليك نزلت فخلاص الكلام ده كله اتحل والدنيا رجعت زي الفل. غير كده فحاليا ال 15 برو بيعمل كل حاجه انت عايزها، حتى لو العاب بيلعب الالعاب على اعلى اعدادات ليها. بالنسبه للسخونيه هو اكيد بيسخن وبيسخن جامد كمان خاصه في الصيف دلوقتي، بس انا حتى الان لغايه دلوقتي ما قابلتش معاه مشكله ان الموبايل يقف عشان سخن، فيمكن هو برده من اقل الاجهزه اللي بتسخن في الصيف دلوقتي. وكمان مع ال 8 جيجا رام فانت واخد كل مميزات الابل انتليجنس اللي هتقدر تستمتع بيها فعلا مع اي او اس 26 اللي جاي كمان شهر. مميزات الابل انتليجنس دي مثلا لو بصيت على ايفون تاني بنفس السعر وهو ال 14 برو ماكس مش هتلاقيها فيه. الفكره بقى انك لما تيجي تقارن ال 15 برو بال 17 برو مثلا كاداء فهو اكيد في فرق، بس الفكره انه مش الفرق الكبير بقى، لان احنا لما بنيجي نقارن اجهزه ابل ما بنقارنش الجهاز باللي قبله بسنه او سنتين مثلا، لان الفرق ما بيكونش الفرق الكبير قوي ده. وبرده هنشوف لما المعالج الجديد ينزل ونشوف ايه نظامه. وغير كده الحاجه الثانيه اللي هتميز ال 17 برو بقى وهو انه جايب 12 جيجا رام على حسب التسريبات يعني، وده اكيد هياثر على تجربه الاستخدام كتير وعلى ابل انتليجنس برضه. بس هل ال 15 برو دلوقتي في 2025 اداء وحش؟ لا نهائي، انت بتقارنه بس باحدث حاجه هتنزل مش نزلت حتى لسه. بالنسبه للكاميرات بقى دي فيها فرق كبير فعلا، بس تعال نبص على موقف ال 15 برو دلوقتي في الكاميرات. ده اول ايفون يا باشا يجي يصور بروليس لوج 10 بت، حاليا انا بصور بيها بالمناسبه. الفيديو ده كامل متصور بال 15 برو بروليس لوج من غير الوان. الحوار ده بيخليك تتحكم اكتر في تعديل الالوان، كانك مطلع الفوتج دي من كاميرا احترافيه وهتروح تعدل عليها. انت لو مستخدم عادي مش صانع محتوى مثلا والكلام ده كله فانت الكلام ده بالنسبه لك ملوش لازمه اصلا. المهم بالنسبه لك انت هو الصور العاديه. صور ال 15 برو والبرو ماكس ومعالجتهم لا يعلى عليها، حتى لو جيت تقارنها بال 16 برو ماكس اللي لسه نازل فهتلاقي ان الفرق بينهم مش كبير، هي بس شويه اضافات بسيطه كده، انما مفيش فرق مثلا في معالجه الصور والحاجات الاساسيه دي. فانا من الاخر سواء في الاضاءه المظبوطه او الضعيفه هتاخد صور هترضيك. بس الفرق بين مستخدم ال 15 برو والبرو ماكس هو الكاميرا التليفوتو. الكاميرا التليفوتو دي اللي بتعمل زوم من الكاميرا نفسها لحد مثلا 5 اكس او 3 اكس، فالزوم ده بيكون من العدسه نفسها عشان ما تخسرش جوده منه، على عكس الزوم العادي اللي انت بتعمله مثلا 15 اكس والكلام ده كله، ده زوم بيكون اكنك بتقص من الصوره او بتعمل زوم في الصوره كده. فانت في ال 15 برو التليفوتو دي بتعمل زوم 3 اكس، فحاليا انت هيكون عندك الوايد انجل 12 ميجا بكسل اللي بتعمل زوم نص اكس، بعدها العدسه الاساسيه 48 ميجا بكسل، وجوه العدسه الاساسيه دي في كذا زوم. دي كانت اول مره تحصل في اي ايفون عموما. هي فكره ان انت بالعدسه الاساسيه دي تقدر تاخد زوم 1 و1.2 من 10 اكس و1.5 اكس، وطبعا 2 اكس بقى، وبرده من العدسه ال 48 ميجا بكسل نفسها، وال 3 اكس زوم من العدسه التليفوتو ل 12 ميجا بكسل. السنه دي بقى سيت اب الكاميرات ده كله هيتغير. العدسه الاساسيه ل 48 ميجا بكسل زي ما هي، اما الالترا وايد والتليفوتو الاثنين بدل 12 ميجا بكسل هيبقوا 48 ميجا بكسل هم كمان. فده معناه تفاصيل عاليه في اي صوره تاخدها بالثلاث عدسات. فكره ان ابل تحط لك عدسه بالشكل ده فانت خلاص هتستفاد بكل ميجا بكسلايه في الميجا بكسلز دول. خلينا نشوف برده شويه تسريبات كده مع ال 17 اللي جاي. فالمفروض ان هم هيضيفوا زرار جديد مع الكاميرا كنترولر، حتى الان ما اعرفش هيكون اسمه في ايه او هيكون وظيفته ايه، هو ده تسريب وغالبا مش مؤكد يعني، فهنشوف برده لما ينزل. بس الفكره اللي انا قريته ان هو هيخليك تتحكم في فتحه العدسه، فالموضوع ده لو بجد انا هروح اجيب ال 17 برو قبل ما ينزل حرفيا، لان انت كده ال 17 برو هيبقى من مجرد موبايل لكاميرا احترافيه بمعنى الكلمه. فبس يا باشا ده يعتبر كده ريفيو لل 15 برو من استخدام انا وتجربتي معاه. عايز تفاصيل اكتر بقى ممكن ترجع لفيديو ال 14 برو، كنت عامل مقارنه بين ال 13 وال 14 وال 15، وانت برضو شفت الزيادات اللي هنا، فهتبقى عارف كل حاجه عن ال 15 برو لو انت عايز تعرف كل التفاصيل. بس يعني لو فكرت في ال 15 برو فاوعى تجيب النسخه اللي باللون الاسود اللي معايا دي، فعرفتني في التصوير الفريم التيتانيوم ده بيلم بصمات بشكل رخم فكل شويه مسحها، فانت حاول تبعد عن اللون الاسود واللون الازرق، الاثنين نفس المشكله دي، وانا اصلا ما بعرفش استخدم الموبايل بجراب فالموضوع رخم بالنسبه لي. وبرضو بصه سريعه كده على الفئه السعريه بتاعه الموبايل ده حاليا من حيث اجهزه ابل المتوفره، فهتلاقي ال 14 برو ماكس فكك منه لو انت بتفكر في ال 15 برو ما يهمكش البطاريه والشاشه الاصغر. قلت الكلمه دي لغايه دلوقتي 14 مره، هلاقي حد بيسالني في الكومنتات اجيب 14 برو ماكس ولا لا. وهتلاقي برضو ال 16 العادي تقريبا بنفس السعر بس في كرتونته ومتقفل عليه يا باشا وزي الفل. بالنسبه لي انا مش هعرف اروح استخدم ال 16 العادي لان ال 15 برو فيه كذا حاجه انا محتاجها زي البرو ليس لوج. زي ما قلت لك انا بعتمد على الموبايل ده بشكل كبير في صناعه المحتوى معايا هنا، وبعوز ال 120 هرتز طبعا ودي ما بتكونش موجوده في نسخه الايفون العاديه، ولكن ال 16 العادي كجهاز فهو جهاز قوي جدا وممتاز في الاستخدام العادي. فبس يا صاحبي لايك للفيديو طبعا لو لسه ما عملتش ده كله، ما اعرفش
مستني ايه ده كله، واشتراك في القناه طبعا لو عايز تشوف فيديوهات اكتر، واستنى بقى فيديو iOS 26 هينزل قريب ان شاء الله، هتعرف فيه بقى التفاصيل الكامله عن التحديث ده وكل المميزات اللي فيه. وبس يا عم، اشوفكم فيديو جديد، السلام عليكم.